عادت قضية الفنان المغربي سعد المجرد إلى الواجهة بقوة بعد ظهور معطيات جديدة تهم محاكمته التي جرت اليوم الاثنين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية على خلفية اتهامه من طرف الشابة الفرنسية لورا بريول في قضية تعود وقائعها إلى أكتوبر 2016. وقد أفاد بيان صادر عن إدارة أعمال الفنان المغربي أن المجرد وطاقمه تلقوا منذ أواخر دجنبر الماضي عدة عروض مشبوهة من جهات مرتبطة بالمشتكية اقترحت تسوية مالية قدرها 3 ملايين يورو مقابل تراجع المشتكية عن أقوالها أمام المحكمة، وهي المعطيات التي وصفتها هيئة الدفاع بمحاولة ابتزاز موصوفة قد ترقى في حال تأكيدها إلى جريمة منظمة. كما أكدت هيئة الدفاع التي يقودها كل من المحاميين زوي روايو وكريستيان سامبالي عزمها التقدم بشكاية رسمية أمام القضاء الفرنسي مطالبة بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذه المحاولة المزعومة التي اعتبرتها انحرافاً خطيراً في سياق المسطرة الجنائية الحساسة. وقد تسببت هذه المستجدات في تأجيل النطق بالحكم الذي كان مرتقباً يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، حيث قررت المحكمة تعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى ريثما يتم التحقق من مزاعم محاولة التسوية والتأثير على مجريات المحاكمة. J'étais agressée physiquement, frappée, violée. Ça fait 1 an que je me cache des médias, 1 an que je me cache de tout le monde, mais que tout le monde parle de moi. Je n'ai jamais parlé parce que je ne voulais pas faire le buzz, parce que j'avais peur, parce que je ne veux pas entendre parler de moi comme ça, parce que je me sens vraiment salie par cette histoire.